كنا كنتابعوا في منصات التواصل الاجتماعي السردين داير 5 دراهم. واش هذا الثمن كاين اليوم في السوق؟ ذاك الثمن ديال 5 دراهم تنعتبروا استثناء على القاعده. لماذا؟ لان مشى الحوت مشى السردين ب 80 درهم. اذا راه الاشكاليه هي اشكاليه العرض والطلب. ملي تيكون من 80 درهم في الصندوق بقيمه 6 دراهم باش خرج من السوق. حنا كتجار السمك بالجمله تنتهي الدور ديالنا في سوق الجمله وتيبقاو النقاط ديال البيع بالتقسيط، اي ان هنا في خصها تكون المراقبه وتكون المراقبه الفوريه ويكونوا متدخلين من السلطه ومن هيئات، لان هنا تيبقى واحد النقاش اللي هو واسع وعريض. اما قضيه 5 دراهم انا باقي تنسال نفسي، لان هنا تيبقى ما يسمى المنافسه وتيبقى هذا حاله استثناء خاصه تلازم صاحبها اكثر مما تلزم القاعده العامه من المهنيين. رئيس الكونفدراليه الوطنيه لتجار السمك بالجمله بالموانئ المغربيه كيقول لنا ان اليوم سمك السردين في سوق الجمله بالدار البيضاء وصل الدار البيضاء ب6 دراهم، بمعنى انه ملي كيوصل المستهلك باقل شيء 15 درهم، فان الفرق ما بين 6 دراهم و15 درهم هذه مسؤوليه من؟ وكيف يمكن تعزيز هذه المقاربه اللي تكلمتي